perfect. All right, give it to me. فلان الفلاني شغال مراسل على قناة كله كذب بيغطي قصص الأخبار العادية، بس هو نفسه يبقى مذيع المحطة. Is your child in dire jeopardy? Find out tonight after the game. لكن لما الحرباية وده يبقى زميله في القناة هو اللي اترقى وبقى مذيع المحطة، فلان انفجر قدام الكاميرا وعمل حاجات متخلفة واترفض من القناة. وبعد ما عدى بسلسلة من المشاكل، فلان اشتكى ربنا وقال له: يا الله انت المفروض تطرد. استغفر الله العظيم، عيب يا فلان. المهم فلان جات له رسالة على جهاز النداء بتاعه وودته على مخزن فاضي، وهناك قابل ربنا. ايه اللي انا بقوله ده؟ الاله عرض على فلان انه يحصل على قوة ربنا، بس في مساحة محدودة اللي هي المنطقة اللي هو عايش فيها بس، وبشرطين. أول شرط إنه فلان ما يقدرش يقول لأي حد بإنه معاه سلطان الإله، والتاني إنه ما يقدرش يستخدم القوة دي عشان يغير بيها إرادة الإنسان الحرة. حلو؟ حلو. في الأول فلان بدأ يستخدم قوته لمكاسبه الشخصية، فرجع وظيفته من تاني، انتهى من بلطجية المنطقة اللي جواه قبل كده، واستغل قوته إنه يثير إعجاب حنون البنت اللي بيحبها. الله عليك يا فلان. مش بس كده، ده كان بيسبب أحداث خارقة في الأخبار اللي بيغطيها عشان يطلع ترند، زي إنه يكتشف جثة شخصية مشهورة اختفت من زمان في ظروف غامضة، أو يتسبب في سقوط نيزك، وده خلاه يكتسب لقب الراجل الحصري. وكمل فلان تحقيق أهدافه، فتسبب في إحراج زميله الحرباية وهو على الهوا، وبالتالي الحرباية اتطرد بعدها على طول، وبقى فلان هو المذيع الجديد. لكن الموضوع بدأ ياخد اتجاه غريب. فلان بدأ يسمع أصوات كتير في دماغه، وقابل ربنا مرة تانية، واللي شرح له إن الأصوات دي هي صلوات والمفروض إنه يتعامل معاها. ففلان قام عامل نظام أوتوماتيك يرد بيه على الصلوات دي زي الإيميلات كده اللي ليها رد تلقائي، وقام مبرمج النظام ده إنه يرد على أي صلاة بنعم، استجابة فورية بالموافقة على طلبات كل الصلوات. أي حد عايز أي حاجة هتتحقق فورا. الله عليك يا فلان، جدع بصحيح، رجولة. وقت حفلة ترقية فلان، حنون شافت فلان بيقبل، عشان نقصفه قول بيبوس يعني، زميلته جميلة الجميلة، وقامت حنون سايبة الحفلة وماشية. فلان جري وراها وحاول يستخدم قوة ربنا عشان يقنعها ما تمشيش، لكن طبعا ما يقدرش يأثر على إرادتها الحرة. وبعدها فاق فلان على نتائج كل أفعاله، واكتشف إن منطقته بقت في حالة من الفوضى بسببه. جزء من السكان والمنطقة فاكرين إن نهاية العالم قربت بسبب ضربات النيزر، وفي نفس الوقت ناس كتير جدا كانت بتصلي إنها تفوز باليانصيب، وفلان استجاب لصلاتهم بنعم. في الآخر كل واحد ما خدش غير $17 بس، وبدأوا يعملوا أعمال شغب في الشوارع بإنهم اتنصب عليهم. فلان رجع لربنا وأدرك إنه ما يقدرش يحل كل المشاكل دي، ولازم يلاقي طريقة يطلع بيها نفسه من الحوار ده كله. فبدأ فلان يساعد الناس من غير ما يستخدم قوة الإله، بما فيهم زميله الحرباية واللي رجعه شغله. ولما رجع بيته عشان يرد على صلوات الناس، لقى حنون بعت صلاة ليه تطلب فيها من ربنا إن فلان يبقى شخص ناجح وتتمنى له إنه يكون كويس. وبعدها على طول صلاة تانية بتطلب فيها إنها تبطل تحب فلان عشان تتجنب الشعور بالألم بسببه. بعد ما فلان أدرك أنانيته وقلة حكمته في إدارة الناس والعالم وحتى إدارة نفسه وحياته، طلب من الإله ياخد قوته ويسيب مصيره بين إيديه. وفجأة عربية تخبط فلان ويتنقل المستشفى، ويفقد فلان كل قوى الإله. وبعدها توصل حنون للمستشفى وترجع علاقتها بفلان، وبعد ما يتعافى يرجع فلان مرة تانية لشغله كمراسل، بس المرة دي يقرر إنه يستمتع أكتر بالقصص البسيطة والحكايات العادية. لو بصينا لقصة فلان بشكل موضوعي شوية، ممكن تفكر إن يمكن نوعا ما هو عنده حق. يعني معلش، يعني أوقات كتير الواحد مش بيكون فاهم مشيئة ربنا، ولما بنلجأ له عشان يساعدنا ناخد قرار مهم في حياتنا مش بنكون عارفين نفسر
مشيئته لينا أو أنهي الاختيار الصح لحياتنا. الموضوع بيكون فيه غموض وعدم وضوح من ناحية ربنا، وعلامات ممكن تتفسر ب100 طريقة، والواحد مش بيكون عارف هو بيفسرها صح ولا غلط ولا على مزاجه ولا دي فعلا إشارة منه. فبالتالي وارد جدا إن أنا أفكر زي فلان واعمل زي فلان، لان معلش يعني انا مش فاهم انا ايه مصلحتي في المهلبيه اللي بتحصل في حياتي دي. هحكي لكم على قصه حصلت معايا. في مره وانا خارج من بيت العباده جالي شاب قال لي انا صليت وسبحت وعملت كل الطقوس الدينيه وحسيت اني مرتاح ناحيه بنت معينه، فتقدمت لها وارتبطت. Wish me a happy Valentine's Day when you call. That'd be nice. وكنت متأكد إن هي دي البنت اللي ربنا بعتها لي وبيعوضني بيها عن كل اللي حصل لي. وبعدها بكام شهر الموضوع باظ وانفصلنا وما كملناش. المشكلة إن كان في علامات كتير جدا بطلبها من ربنا وكان أغلبها بيتحقق، وبدأ يحكي لي العلامات اللي هو حطها عشان يتأكد إن دي مشيئة ربنا. فقال لي وهو متعصب ليه ربنا سمح بكل الفترة اللي فاتت دي؟ ليه اتحققت العلامات؟ وليه كان في أصلا توافق بيننا طول الفترة دي؟ يعني ليه ربنا ما منعش الموضوع من الأول؟ بدأ الراجل يشك في علاقته بربنا نفسها، وهل ربنا موجود أصلا؟ وهل ربنا بيسمع صلاتنا أساسا؟ ففكرني بفلان في الحكاية بتاعتنا، فقلت له صدقني يا ولدي أنا ما أقدرش أجزم إن دي كانت فعلا مشيئة الله. فقال لي إزاي؟ أنا صليت، سبحت، استشرت، حطيت علامات واتحققت، إزاي دي ما كانتش مشيئة ربنا؟ فطلبت منه يتكلم عن حياته الروحية وعلاقته بالصلاة وكلمة ربنا وعلاقته بالناس عاملة ازاي وهكذا، ولقيت انه بعيد تماما عن ربنا ومبدأش يصلي الا في الوقت ده، وما اهتمش بالممارسات الروحية الا في المرحلة اللي كان عايز ياخد فيها القرار ده غير انه لما كان بيحكي الموضوع ويطلب المشورة كان سرده للموضوع بيصب في اتجاه جواب معين هو عايز يسمعه، حتى لو ما كانش واخد باله انه بيعمل ده. كمان العلامات اللي كان بيحطها كانت اتفاق من طرف واحد، هو كان بيحط علامات لربنا مش بيسأل ربنا هل يصح ان نربط الموضوع ده بالعلامات دي ولا لا، لكن كان بيحط العلامات ويحلم بيها، ولما تتحقق حاجه منهم يقول اهو ربنا بعت لي العلامه دي، مع انه هو اللي حط العلامه دي مش ربنا، وربنا ما اتكلمش بالموافقه لان ما اتاخدش رايه في الموضوع اساسا، ده هو اتلزق له العلامه كده عشان تبان انها من ربنا. فقلت له كل ده ما يديلكش اليقين انك عرفت مشيئه ربنا في الموضوع ده. فسالني ليه؟ قلت له انت عايز ربنا يديك ضمان الهي على اختيار انت بالفعل اخترته في لا وعيك الباطن، فاصبح ربنا بالنسبه لك مجرد ضامن لقرارك ومش صانع ليه. انت عايز حد تحمله المسؤوليه لو العلاقه فشلت، ومش عايز حد يحملك مسؤوليه انك تنجح علاقه ربنا باركها لك. ده غير ان العلامات بيدخل فيها عامل الصدفه وبيدخل فيها الشيطان عشان يلزق التهمه في ربنا، والموضوع يوصل معاك انك تشك في الله. فمش بالضروره ان كل علامه تتحقق تبقى اشاره الهيه. فقال لي بس كده الموضوع محير قوي، امال انا ازاي اعرف مشيئه ربنا ليا؟ شوف، لو متوقع اني اقول لك على طريقه سحريه تقدر تحدد بيها مشيئه ربنا فهخيب ظنك، ان مشيئه ربنا ليك مش هتجيلك بشكل ظرف جاهز هتلاقيه تحت المخده بعد ما تخلص صلاه وتفتحه تلاقي الاجابه جاهزه. لا، هي اقرب لكونها رحله هتاخدها مع الله عشان توصل وتكتشف مشيئته ليك ليه. فلو مستني مني اقول لك سر معين يعرفك مشيئه الله في اقل من 3 دقايق فده مش هيحصل. بص يا صاحبي، في نوعين من البشر، نوع بيقول لله لتكن مشيئتك، ونوع ربنا بيقول لهم تمام اعملها بطريقتك انت. فقلت له قبل ما اتكلم معاك عن ازاي تقدر تعرف مشيئة ربنا لازم تدرك الاول ان معرفتك لمشيئته مش هيخلي حياتك فسحة سهلة من غير صعوبات وتحديات وفشل على الطريق، عشان ربنا بس بالنسبة لبعض الناس هو عامل زي ورقة ضمان ضد الألم والضيقة وضمان ضد نتائج اختياراتهم الإنسانية الغلط. لكن الموضوع مش كده، لأن في الأول وفي الآخر مشيئة ربنا مرتبطة بحريتك كإنسان، حريتك أنت في اتخاذ القرار. لكن برضه يبقى السؤال ازاي أعرف مشيئته في قرارات معينة زي أدخل أنهي كلية ولا أرتبط بأنهي شخص، أسافر ولا لأ، أختار أنهي شغلانة، دي كلها قرارات محورية بالنسبة لنا، وساعتها بنسأل ربنا أعمل إيه؟ قول لي مشيئتك. قلت للشاب شوف يا ابني، هقول لك على 8 خطوات يساعدوك تتعرف على مشيئة ربنا في أي قرار مهم لحياتك. أول خطوة، تخيل معايا إن في بنت أنت معجب بيها وبتحبها، والبنت دي من إيطاليا. الله الله، ولا عينه لمعت. المهم بس أنت مش بتعرف تتكلم إيطالي، فإزاي أنت متوقع إنك تفهم وتعرف فكر البنت دي من غير ما تتعلم اللغة اللي هي بتتكلم بيها؟ فأنت محتاج الأول تتعلم لغتها عشان تعرف إنك تتواصل معاها، وبعدها تقدر إنك تقرب منها وتعرفها كويس قوي فتعرف هي بتفكر إزاي. لكن تخيل معايا إن في حد أنت عايز تعرف رأيه في موضوع معين بس أنت أصلا ولا بتتكلم لغته ولا أنت عارف أساسا هو الشخص ده بيفكر إزاي. فهي نفس الفكرة، أنت ما تقدرش تطلب مشيئة إله أنت أصلا ما تعرفوش بطريقة كويسة
تتيح ليك انك تعرف افكاره وتفهم هو بيفكر ازاي وتتعلم ازاي تفهم لغته. فبالتالي اول خطوه هي انك تعرف الله. وانا هنا مش بتكلم عن العقيده الدينيه، لا، انا بتكلم على معرفه شخصيه، علاقتك الشخصيه معاه هو. لكن انت لو بتحاول انك تعرف مشيئته من غير ما تتعرف عليه هو شخصيا، فانت بتضيع وقتك حتى لو استشرت كل رجال الله. انا عارف ان الكلام يبان كليشيه ومعاد ومكرر ومش هو اللي انت عايز تسمعه، لكنه كلام حقيقي. وعشان تقدر تتعرف على ربنا فالاول لازم تصحح مفاهيمك الغلط عنه. يعني حضرتك حاطط علامات لربنا ومنتظر الرد منه، بس لو انت تعرفه كويس هتعرف ان دي مش طريقه، ولا هو بيتعامل معانا بالاسلوب ده، ولا دي اصلا لغته في الحوار. موضوع ازاي تتعرف على ربنا هي تجربه شخصيه وخاصه جدا بتختلف من واحد للتاني، وده لان ربنا بيحترم جدا شخصيتك ونفسيتك، فبيدخل لكل واحد فينا بطريقه وشكل مختلف. دورك ايه بقى؟ انك تلبي الدعوه لما يخبط على بابك، تسمح له يغير فيك الفكره، تبقى مرن معاه، ما تتمسكش بارائك القديمه، اتكلم واقعد معاه مش عشان الحاجه اللي انت عايزها منه، بس لانك عايزه هو. لان زي ما شبهنا الموضوع بالتشبيه المخل بتبسيطه، كونك عايز تتعرف على بنت انت بتحبها، فمش منطقي وانت لسه بتحاول تتعرف عليها تقول لها انا عايز منك 1 و2 و3، لكن طبيعي انك هتحاول تتعرف عليها هي شخصيا الاول، وبعدين مش هتحتاج انك تطلب منها حاجه اصلا، لانها هتكون فاهمه احتياجاتك. لكن المهم هو انك تتكلم وتعبر بطريقتك العفويه، وكل ما تفوتش فرصه انك تتعرف عليه، وكل ما تشحن نفسك من فرص القعده معاه، كل ما كان ظهوره كثيف وواضح وباين ليه. تاني خطوه عشان تعرف مشيئة ربنا هي انك تعرف نفسك. وحكيت للشاب موقف صغير حصل معايا زمان. في مره كنت بمر بفتره صعبه في حياتي، فشخص انا بحترمه وبثق فيه جدا قعدت اتكلم معاه واحكي له، فقال لي جمله ما انساهاش طول حياتي. قال لي ما تقدرش تبني علاقه صحيه مع ربنا بنفس مشوهه مش قادره تبني علاقه صحيه مع نفسها. لو الخطوه الاولى انك تعرف ربنا، فانت محتاج تعرف نفسك. وقبل اي حاجه محتاج تعرف ان قيمتك اللي بتبطل فيها دي عاليه جدا في حد ذاتها، لان ربنا اللي خلقك. فقيمتك كإنسان بغض النظر عن القيمة اللي انت بتضيفها بوجودك في الحياة او حققت ايه ولا محققتش ايه في حياتك، فانت شخصيا بمجرد ان ربنا خلقك كده بقى ليك قيمة. زي بالظبط لما تيجي تسأل حد على قيمة سبيكة الذهب، سبيكة الذهب المتلمعة المعروضة في فاترينة محل فخم هي نفس قيمة سبيكة الذهب المرمية في التراب. هي بتكتسب قيمتها بكونها مادة غالية، زي ما انت بتكتسب قيمتك كإنسان بكون ان ربنا خلقك حتى لو ما حققتش حاجة في حياتك. فالواد بدأ خلقه يضيق لما لقى الكلام مش على هواه وحاول يزنقني. قام سألني بس هي هتفرق في ايه يعني لما اعرف نفسي؟ ايه علاقتها يعني بعلاقتي بربنا؟ قلت له هقول لك، اول حاجه ان لعبه الشيطان هي انه يحسسك انك انسان زباله، وان دي طبيعه فيك كانسان محتاج تحاربها عشان تبقى كويس، لكن احنا ربنا ما خلقناش وحشين. تاني حاجه انك تعرف ايه هي العادات المنيله اللي انت اكتسبتها من العالم وهي اصلا مش بتعبر عنك في الاساس، فتبدا واحده واحده تستعيد نفسك الاصليه قبل العادات المنيله دي فترجع نضيف. تالت حاجة انك تعرف دورك ايه في عيشتنا دي. في الاول وفي الاخر انت المفروض يعني هدفك الاساسي انك تكون مع الله في الفردوس، فبالتالي دورك على الارض انك تكون اداة بتعرف الناس على ربنا من غير ما تحتاج انك توعظ ولا تتكلم، الا في حالة لو انت راجل دين يعني. انما تقدر تعمل ده بافعالك في صمت، وساعتها هتكتشف ان كل مطالبك الصغيره والارضيه اللي انت كنت فاكر انها كل حاجه هي في الحقيقه حاجات جانبيه، ومع ذلك ربنا برضه بيهتم بيها حتى من غير ما انت تطلب. هنا الولد بدا يهتم اكتر، سالني سؤال عجبني قوي، قال لي طب ازاي انا اصلا اقدر اتعرف على نفسي؟ قلت له الحقيقه ده سؤال اجابته واسعه جدا، لكن هحاول اختصرها في كام نقطه. واول حاجه هي الصلاه. وانا مش بقول الصلاه عشان اوعظ لسيادتك، بس ليه؟ لان اصلك الحقيقي بيظهر وقت الصلاه الحقيقيه. عارف حاله السلام والتصالح مع نفسك اللي بتحس بيها وانت بتصلي دي تعرفك على نفسك، وبالذات الصلاه الشخصيه اللي خارجه منك انت بكلمتك انت مع ربنا. تاني حاجه هي القرايه في علم النفس، بالذات في الاول، حاجه بديهيه جدا عشان تقدر تتعرف على شخصيتك، ايه اللي بيأثر فيها بيعقدها، ايه الزفت اللي اترصف فيها على مر العصور من ساعه ما اتولدت. ولو ما بتحبش القرايه يا سيدي اسمع، اتفرج على حاجات بتتكلم في نفس المجال. الهدف انك تشخص نفسك كويس وتتخلص من العادات اللي لزقت فيك نتيجه تعاملك مع العالم، وتعرف انت في حقيقتك واصلك مين قبل ما تتأثر بالعالم. تالت حاجة انك تقعد مع ناس يقدروا يكشفوا او يظهروا حقيقتك ليه، بس بشكل رقيق ولطيف، مش بغباء من غير ما ده يعود عليك بنتيجة عكسية. ما تجيبش ناس يتهموك يعني انك بتعمل وتميل وتهبب، لا، الاشخاص دي لازم تكون منقيهم كويس جدا وعارفينك كويس جدا عشان يقدروا يوضحوا صورتك الحقيقية.
رابع حاجه واخر حاجه هي انك تسمع كويس جدا للي الناس بتقوله عنك وتحلله بشكل موضوعي من غير ولا تنحاز لنفسك ولا تسمع للكلام ده وتصدقه كده من غير تفكير منطقي كأنه كلام نازل من السما فتقسى على نفسك، لكن حدد حجم الحقيقه فيه وحجم الافوره فيه وخلي عندك استعداد انك تتغير. هنا حسيت الشاب بدأ ينام ويسرح مني، فقلت الخص اخر خطوتين في حلقه النهارده والاسبوع اللي جاي اكمل معاه. قلت له بص يا صاحبي، الخطوه الثالثه انك تعيد ترتيب اولوياتك. Dear God, give Bruce strength. فبدل الطموح اللي كان سقفه دخول الكليه الفلانيه هيكون طموحك الجديد ازاي اقدر من تصرفاتي اكون سبب في ان الناس تبطل تشوف الطريق الغلط هو الطريق الكول والجامد، وان ممكن جدا طريق ربنا هو كمان يكون ممتع وناضج مش ممل وملزق وخنقه يعني زي ما الناس فاكرين. احنا ناس فك على فكره وحلوين نعجبك يعني، بنعرف ننبسط بحياتنا ونستمتع عادي مش بنفطر زيت بس، وده تعمله ايا كانت بقى الكليه اللي انت فيها. وبدل ما تقعد تفكر انا المفروض اتجوز البنت دي ولا دي، هيبقى طموحك انك تعمل بيت يكون زي بيت عباده صغير لربنا مليان حب ولعب وضحك وفرفشه وكل حاجه وفي نفس الوقت مفتوح للناس، فيبقى بيتك اللي بتبنيه مش عشان يتقفل عليك انت ومراتك بس عشان يتفتح ويبقى بيت راحه لكل يدخله. وبدل ما تتساءل اهاجر واسيب البلد ولا اقعد، هيبقى تفكيرك ايه افضل مكان اقدر اخدم فيه ربنا واكون نسخه هو فخور بيها على الارض. فلو دعوته ليك انك تهاجر هيكون عشان الناس تعرف ربنا من خلالك. Sounds like fun. يعني من الاخر الموضوع كله في انك تغير طريقه تفكيرك من الطموحات الارضيه بس للتفكير في ازاي تسمح لربنا انه يستخدمك. طبعا ده مش معناه انك تهمل حياتك الارضيه برضه، لا خالص مش ده قصدي، بس لما تعمل ده وتظبط اولوياتك صح فهتلاقي ان كل اولوياتك واختياراتك بقت بتتحدد بناء على معايير مختلفه. This is Bruce Nolan here at Buffalo's first annual. بناء على معرفتك بالله ومعرفتك بنفسك، وساعتها هتبدا في انك فعلا تحقق مشيئه الله لحياتك، وهتلاقي انك لما تحدد اولوياتك بشكل سليم ان الطريق واضح في الامور الجانبيه من الدراسه والشغل والجواز الى اخره. Just stay in the light, clumsy. I'm walking into the darkness. What are you? الموضوع عامل زي ما تكون واقف في اوضه ضلمه، اللي همه ازاي يصلح عطل الكهرباء ده اللي هو اساس المشكله، لما يولع النور هيشوف كل حاجه بوضوح، انما اللي بيحاول انه يستكشف طريقه وسط الضلمه هيفضل يخبط وخلاص ومش هيقدر يكون متاكد من اي حاجه وهو على الطريق، فبالتالي هيفضل في تساؤل مستمر من غير اي اجابه حقيقيه. بعدها دخلت على طول على الخطوه الرابعه والاخيره في حلقه النهارده عشان الولا ما ينامش مني، وقلت له اخر حاجه عايزك تدرب نفسك عليها الاسبوع ده يا صاحبي هي انك تسمع لصوت ربنا وتطيعه، والطاعه المستمره دي هي اللي بتخلي صوت ربنا واضح ليك لما تحتاج انك تاخد قرارات كبيره، فانت محتاج تنمي حاسه السمع الروحيه بتاعتك. الموضوع يبان في الاول صعب وغامض شويتين، بس ده لاننا اتعودنا واتدربنا اننا نسمع صوت الناس كبديل لصوت الله اللي بيوجهنا للي ربنا عايزه مننا. بس الاول محتاج تعرف ازاي صوت الله ده بيتكلم معانا. صوت الله هو صوت هادي رقيق مش بيفرض نفسه ولا يغصبك على عكس مشيئتك الشخصيه، لكنه بيفضل يتكلم ويعلن ليك عن اللي المفروض تعمله، بس انت لما ترفض انك تسمع له بشكل مستمر بتصاب زي ما تقول كده بالطرش الروحي اللي هو سمعك بقى تقيل روحيا يعني، فما تعرفش تسمع صوته ولا تحدده وتبدا تحتار هو ربنا بيقول ايه. يعني مثلا ممكن تتعرض لإساءة من واحد وانت عندك القدره انك تاخد حقك وتأذيه مش خايف منه يعني، فصوت الله يقول لك سامع ما تردش الإساءة، ويجي صوت العالم يقول لك لازم تاخد حقك منه ابن 60 في 70 ده. لو سمعت لنفسك حاسه السمع الروحي عندك بتضعف وما تبقاش بنفس الوضوح المره اللي جايه لما تحتاجها، فانت كده اسمح لي اقول بتخرس او بتسكت صوت الله جواك. لكن لو سمعت لصوت الله انت بتمرن نفسك على صوته تقدر تميزه بسهوله ولو بيوشوشك. ومن الحاجات اللي بتخلينا مش قادرين نميز صوت الله جوانا هو كم الرفض اللي رفضنا بيه مشيئه ربنا في مواقف كتير، فده اثر على سماعنا الروحي وخلانا فاكرين ان صوت الله محتاج اثباتات كتير عشان تتاكد منه. الموضوع عامل زي ما تكون بتكلم واحد في الشارع، لو انت قريب منه هتقدر تميز صوته وتسمعه بوضوح، لكن تخيل معايا لو انت واقف في اول الشارع وهو واقف في اخر الشارع، ساعتها هيكون صعب عليك انك تسمع صوته او تحدد هو بيقول ايه، زي ما تكون بتكلم حد في التليفون والشبكه عندك ضعيفه، فحتى لو صوته واضح انت برضه مش هتعرف تسمعه كويس. كمان المشكله عند بعض الناس بتكون في فهم مشيئه الله لما ربنا يستجيب ليهم وقت الصلاه. يعني تخيل معايا ان في طفل صغير بيصرخ قدام ابوه عشان عايز حته شوكولاته، فلما يجي ابوه يديله الشوكولاته اللي هو عايزها بس في غلاف مختلف عن اللي هو متعود عليه، فالطفل يفضل يصرخ ويطلب ان ابوه يديله الشوكولاته. الفكره هنا ان الطفل ما تعودش يعرف الشوكولاته الا في غلاف وشكل معين، فلما ابوه اداها له في غلاف مختلف فضل يطلب الشوكولاته اللي هو بيحبها، ويبدا يشك بقى اذا كان ابوه اللي بيحرمه من الحاجه اللي بيحبها بيحبه اصلا. تدريب الحاسه دي بتخلي الانسان قادر انه يفهم استجابه ربنا باشكالها المختلفه،
ويتقبل الاستجابة من إيد ربنا بثقة أيا كانت شكلها عامل إزاي. فلما تيجي أوقات القرارات المصيرية في حياتك هيكون عندك ودن بتدربك كويس إزاي تسمع لصوت الله بوضوح، وتيجي معاها أصوات المرشدين والناس اللي بتثق فيهم وتلاقيها متناغمة مع اللي سمعته من صوت الله، لأن صوت ربنا مش بيعزف لوحده بشكل منفصل، لكن بيعزف على كل أوتار حياتك. وعشان كده لازم أذكر إن صوت الله ممكن جدا إنه يزيف، ويستغل الشيطان النقطة دي عشان يسوحك في عالم كله توهان. عشان كده مهم جدا انك لما تنمي حاسة السمع الروحي دي انك تعمل ده بمشورة وحكمة مع ناس مختصة يكون ليهم ثقة كبيرة وعلاقتهم قوية مع ربنا، بالذات في البدايات، عشان يقدر يساعدك ويشاور وتميز بين صوت الله وصوت العالم اللي بتنكر في شكل صوت الله. من غير الارشاد الروحي من شخص عنده خبرة وموثوق فيه يكون مختاره كويس جدا جدا جدا، مش هيكون امان انك تمشي في الموضوع ده لوحدك في الاول، الا طبعا في الامور الواضحه المتوافقه مع المحبه والرحمه والتضحيه الى اخره. لكن لما تيجي تاخد قرارات مهمه في حياتك مش المفروض لو انت مش متدرب على الموضوع ده بثروات طويله وارشاد من حد متخصص انك تتحرك وفقا للي انت فاكر او بتعتقد انه صوت الله. فما تنساش ان الشيطان ممكن يتشكل في لبس ملاك من نور، فضروري جدا انك تكون واخد بالك بخصوص الامور دي. بكده نكون اتكلمنا في 4 خطوات من ال8 اللي نقدر نتعرف بيهم على مشيئة ربنا. في الحلقة اللي جاية هنحكي قصة جديدة ونكمل بيها ال4 خطوات التانيين ازاي نعرف مشيئة الله في أي قرار مهم في حياتنا.